السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ انا احمد جويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه فيلم نارفيك. دعمكم مهم جدا ليا، فما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك للفيديو وشير مع اصحابكم. ولو انت اول مره تشوفني وحبيت المحتوى يا ريت تنورني باشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. الفيلم بيحكي عن اول هزيمه بيتلقاها هتلر في ابريل 1940 في مدينه نارفيك النرويجيه. الموضوع بيبدأ بالنرويج اللي بتعلن حيادها في الحرب العالمية التانية وإن هي مش هتبقى منضمة لأي قوة. ولكن المشكلة دلوقتي إن 85% من الحديد اللي ألمانيا بتستعمله في صناعة الأسلحة بتاعتها بيبقى موجود في السويد، وبيتم نقله وشحنه من مدينة نارفيك النرويجية. وده اللي بيخلي النرويج طرف في الموضوع غصب عنها، لأن دلوقتي بريطانيا عشان تحارب ألمانيا محتاجة إن هم يسيطروا على مخزون الحديد بتاعهم ويقطعوا الإمدادات عنهم. في نفس الوقت ألمانيا عايزة تحمي مخزون الحديد بتاعها وتحمي حظوظها في الحرب. فهما الاتنين بقى بيضربوا في بعضيهم، والنرويج اللي موجودة في النص اللي هي أصلا كانت المفروض على الحياد، ولكن الحالة دلوقتي ما بقاش فيها أي حياد. السينما النرويجية واحدة من السينمات المحببة جدا إلى قلبي، واللي ليهم رصيد كبير عندي. دايما كده أعمالهم بتبقى مختلفة وبيبقى ليهم بصمة خاصة بيهم. نتكلم شوية عن القصة والسيناريو اللي أغلب مشاكلي مع الفيلم موجودة فيهم. بداية من الخطوط الكتيرة اللي موجودة معانا في القصة متشعبة وفيها فروع كتيرة جدا وبتحكي في أكتر من اتجاه، وده بيسبب نوع من عدم التركيز كده. لو انت في اتجاهات ياما قدامك دلوقتي فانت مش عارف هتمشي مع انه اتجاه فيهم. ده طبعا اثر على حبكة الفيلم بشكل كبير، ويعني خلانا نسيب المشكلة الاساسية وبنجري ورا مشاكل تانية صغيرة. وفي نفس الوقت سرد القصة يمكن هو اكتر عيب موجود، هو سرد القصة هو اللي ما قدرش ان هو يجمع الخطوط بتاعته دي ويديلنا القصة بطريقة كويسة، بطريقة سرد ملائمة تخلينا نفهم القصة كلها وما يبقاش فيه اي قصص جانبية تانية مخليانا متشتتين عن الموضوع. والسرد برضو كان يعني لو احنا بنتكلم دلوقتي قصة من الشرق فجأة بنلاقي نفسنا في الغرب على طول. فسرد القصة كان محتاج يعالج بشكل افضل من كده، لان في نقلات كده غريبة في القصة. احنا دلوقتي بنحكي في جانب وبنتكلم في موضوع، فجأة بنسيب الموضوع ده ونروح للجانب الاخر ونناقش الشخصية بتاعتنا ونشوف الدنيا اللي عايشة فيها دلوقتي. النقلات دي بقى المعالجة فيهم يعني الحبكة معمولة بشكل مش قوي، بحيث ان انا لما انقل من القصة من دي لدي، لا، النقلة اللي موجودة في النص مش حلوة. فكان الافضل ان طريقة سرد القصة والخطوط اللي موجودة تعالج بشكل افضل من كده. وده بقى بجانب يا جماعة ان الفيلم مش ملحمي. يعني احنا دلوقتي بنتكلم في فيلم حرب اللي هو الاجواء الحربية والاجواء الملحمية في بطولة النرويجيين، وازاي قدروا يستعيدوا المدينة بتاعتهم مرة تانية من هتلر النازي اللي جاي عايز يقضي على جميع اشكال الحياة ويسيطر، وما يعني مفيش حد قادر يقف قدامه. فالمفروض ان الموضوع ده يتم بشكل حربي ملحمي، اللي هو انا قاعد اشوف ملحمة في قصة بطولة اللي المفروض يعني دي اكتر معركة موجودة عند النرويجيين. وهم بقى يعني دي حاجة عندهم زي 6 اكتوبر عندنا كده، اللي هم ده النصر بتاعهم اللي بيفتخروا بيه. طريقة بقى مناقشة يعني المعركة دي كلها في الفيلم يعني ما تبينش ان ده حاجة مش ملحمية، يعني اللي هو ايه فين المعارك وفين الصعوبات اللي واجهت وفين كده. الحاجات دي كلها كانت موجودة بصورة بسيطة جدا، يعني المشاهد المعارك والحاجات اللي موجودة في الفيلم كانت قليلة. فالفيلم كان محتاج لمشاهد معارك اكتر من كده، كان محتاج يركز على القصة الاساسية بتاعته بشكل افضل من كده، بحيث ان انت تقدر تديني فيلم ملحمي بيتكلم عن ملحمة تاريخية النرويجيين كلهم المفروض ان هم دي يعني الانتصار الرئيسي بتاعهم اللي هم بيفتخروا بيه. بجانب بقى كمان ان الفيلم فيه افراط في استخدام الدراما. دلوقتي الافلام الحربية تقدر تقدم فيها دراما كويسة جدا وبأبسط الاشياء، يعني ببعض اللمسات البسيطة كده تقدر تعمل جانب درامي جميل جدا فيها. لان دايما في حالة الحرب يعني كل الجنود اللي موجودين ناس عندها اسر، ناس عندهم ناس مستنيينهم تاني في وطنهم، سواء هم بقى بيحاربوا على الجانب الطيب او الجانب الشرير. معظم الجنود اللي بتحارب دي هي بتحارب يعني اللي هو لاجل الوطن بتاعهم، ملهمش علاقة بالقيادات بيعملوا فيهم ايه. فدايما اللي بيخسر في الحرب مش القيادات او الدول، لا، اللي بيخسر الام اللي مستنية ابنها يرجع من الحرب، الزوجة اللي مستنية زوجها يرجع، الابناء اللي مستنيين ابوهم يرجع مرة تانية من الحرب. كل دول هم اللي بيخسروا. ومن هنا بقى انت بتقدر تقدم الجانب الدرامي الحربي الجميل ببعض اللمسات البسيطة جدا اللي بتقدر توصل لي الاحساس بتاع المشكلة دي، وان الجندي اللي بيحارب ده ممكن يكون رغم ان هو شرير ولكن هو مفيش في ايديه حاجة، رغم ان هو شرير في ناس مستنيين وعايزين ان هو يرجع لهم بسلام.
فالفيلم عمل اللمسات الدرامية دي يعني زي اي فيلم حربي عادي، ولكن بقى زود في استخدام الدراما ودخل نواحي تانية على القصة عشان يعمل لنا جوانب درامية اكتر، لغاية ما الدراما دي بقت اوفر على القالب اللي احنا بنتكلم فيه. فكنت افضل ان الفيلم يعني يفضل مستخدم اللمسات الدرامية البسيطة بتاعت اي فيلم حربي، ويسيبه بقى من الحاجات الدرامية اللي حب يدخلها في القصة بتاعتنا. كان الموضوع هيبقى افضل بكتير. اللي عجبني بقى في سيناريو الفيلم هو اظهار الجانب الدبلوماسي، اظهار ان ازاي الدول بتخش عليك تبين ان هي خايفة على مصلحتك وان هي هتحارب معاك وتحميك، ولكن ساعة ما المصلحة بتقضى هم بيسيبوك على طول تواجه انت النار لوحدك. حاجة الفيلم نجح بابرازها بشكل حلو جدا، زي يبين ان هي الدول دخلت تحارب معاك ودخلت توهمك ان احنا دلوقتي الصح واحنا اللي معاك والموقف بتاعنا دلوقتي هو السليم، ولكن هم في نفس الوقت ما عندهمش مانع ان هم يبعتوا طيارات ترمي صواريخ على البلد بتاعتك دي وتدمرها عشان فيها العدو بتاعه. فانت بالنسبه لهم يعني لا تعني اي شيء، انت مجرد سلمه هم بيدوسوا عليها، نفعتهم ماشي، ما نفعتش خلاص مش مشكله، مش اهلنا اللي هم لا يعنونا في شيء. نتكلم شويه عن الاخراج. الفيلم نجح في تقديم القصه بتاعته اخراجيا في بدايه الفيلم بشكل جميل جدا، يعني قدر ان هو يقدمها لنا بصورة بقى بصرية من مقاطع قديمة حقيقية، ومع سرد القصة اللي بيحصل وايه المشكلة اللي اتقدمت بطريقة كانت جميلة ولا اروع. لكن زي ما قلت ان الفيلم كان محتاج يبقى ملحمي اكتر من كده، وكان محتاج مشاهد حربية قتالية اكتر من كده، محتاج ان انا اشوف ناس بتحارب. احنا دلوقتي في ملحمة وفي حرب عالمية، فانا محتاج ان انا اشوف بوادر من الحاجات دي، انما المشاهد القتالية الحربية اللي موجودة تتعدى على الصوابع. اما عن الاداء التمثيلي اللي موجود، فالاداء التمثيلي كان حلو جدا، الممثلين قدروا يعملوا التحديات التمثيليه بشكل كان جميل، وما واجهتش اي مشاكل مع الاداء التمثيلي. تقييم الفيلم نارفيك هو 7/10. انا كنت محتار في التقييم الرقم الصراحه، هو ايه، قلت ان هو بين 6.5 وبين 7، يعني اعمله مثلا ايه 6.8، فما مش هينفع يعني. فقلت ان هو اقرب لان هو يبقى 7 اكتر من ان هو يبقى 6.5. فيلم يصلح للمشاهده ولو لمره واحده حتى على الاقل. وبس كده اعزائي المشاهدين، كنت خلص فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم بقى ما تنسوش تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية يتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل الجرس عشان كل جديد يوصله. واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.